بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بالخير يا رب، انتوا واخواتكم واولادكم وحبايبكم والعالم كله اجمعين. وربنا يجعله شهر مبارك علينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نسمي بسم الله ونخش على الفيديو بتاعنا. ده اول جزء من تنظيفات شهر رمضان. يعني انا ما حبيتش ان انا اجيب كله مره واحده كده، يعني عشان خاطر ميبقاش تعب عليا ومجهود عليا. انا قلت اعمل الصعب الاول، الحاجه المهمه النهارده، وبكره حاجه بعده حاجه كده يعني. وانا يعني الناس كلها عملت تنظيفات رمضان والاستعدادات بتاعت رمضان، بس انا مش بحب اعمل الحاجات ديت الا قبلها بكام يوم كده عشان احس بيها اكتر. أه تبقى الحاجة لسه يعني ايه، نظيفة كده ولسه مفروشة. انما ما تعمليها قبلها باسبوع واسبوعين وثلاث اسابيع، الناس من شهر وهي بتجهز في تنظيفات رمضان. هل هو في الشهر ده مش هتنضفي تاني؟ المطبخ مش هيتوسخ تاني؟ الشقة او الفرش مش هيتوسخ تاني؟ آه طبعا هيتوسخ تاني وهترجعي تنضفي تاني. واحنا من غير رمضان، من غير اي حاجة، احنا كده كده بننضف وبنغسل فرش وبنغسل حصر وبنغسل ده وده وبنمسح وننضف على طول يعني. بس هو يعني ايه، رمضان بيبقى له فرحة كده وله بهجة. ربنا يجعله شهر حلو علينا وعلى الناس كلها يا رب. هنسمي بسم الله بقى كده ونخش. انا حتى برضو في الاعياد او اي مناسبة مش ببدأ قبلها، اقلب ايه حوالي 3-4 ايام كده، كل يوم حاجة. والفرش ده بيبقى يوم الوقفة، اللي صباحيتها بقى ايه، صباحيتها رمضان، صباحيتها العيد كده. تبقى فرحة تانية خالص واحساس تاني، ويبقى تحسي بفرحة كده. ربنا يفرحكم جميعا يا رب. هنسمي بقى بسم الله ونخش على الفيديو. قبل ما نخش على الفيديو اضغطي لايك حلو كده، كملي معانا الفيديو يعني مشجع وحلو. كملوا معانا الفيديو. لو انت لسه جديده في القناه، اول مره تزوريني، اهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني. ويا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ودعموني كده باللايك والاشتراك ومشاهده حلوه كده. وما تنسينيش بقى بدعوه حلوه من قلبكم، وادعوا لي دعوه حلوه كده في الايام المفترجه دي، واكتبوا لي تعليقات حلوه وكتروا في التعليقات كده. عايزاكم تكتروا في التعليقات كده. يعني التعليقات برضو بتسند شوية بصراحة. يعني تعليقاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم أبدا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. احلى اخوات في الدنيا بجد ونعم الاخوات، على تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الجميلة. هي دي اللي بتديني طاقة كده وحماس ونشاط، وبتخليني ايه، بتشجعني ان انا اقوم واشتغل واصور. احنا كده كده من غير تصوير برضو بنعمل في بيوتنا، بس طبعا التصوير بيبقى، الواحد لما بيشتغل في التصوير بيبقى له طعم تاني. في حاجة انت متعلقة بيها وحباها، اعرفي ان الحاجة دي ايه، بصي يعني بتحسيش بتعب ولا مجهود وانت شغالة فيها، وبتعمليها ومتبقيش حاسة. معلش يا جماعة، فصلت ورجعت تاني. لازم يعني في كل فيديو كده لازم الواحد وهو بيسجل الفيديو، لازم كل واحد له طلب بقى زي ما انتوا عارفين. زي ما شفتوا كده لميت بقى طبعا الحافظات كلها، ولميت الحصر كلها، والحافظات لميتهم ركنتهم بقى ايه على بعضهم كده. ومسكت اول واحدة قلت بقى ايه، استغل برضو الوقت. وحطها في الغسالة ودور عليها الغسالة، وحطت لها اريال وحطت لها كوريكس يعني خام. ودورت عليها الغسالة، قلت تاخد دورة كده عبال ما اخلص الحصر، تكون ايه كده خلصت من واحدة. واخر النهار برضو على بالليل كده احط كمان واحدة، يبقى كده 2. وبكرة كذلك برضو واحدة الصبح واحدة اخر النهار، آه اكون خلصت منهم يعني. هنا بقى انا كنت لميت الحصر كلها وخدتها على البرندة زي ما احنا متعودين دايما مع بعض. كل مرة لما باجي اغسل الحصر بنغسلهم هنا في البرندة دي. آه وطبعا انا ايه، الجو النهارده يعني في اليوم ده كان ايه، هوا جديد، هوا يعني جامد. الشمس طالعه وكل حاجه،
بس هوا بيطير اي حاجة قدامك. فانا جبت بقى الاوكسي زي ما انتم شايفين كده، وايه بقيت ارشرش كده، ورجعت تاني بقيت احطه في الجردل بالميه. طبعا غسيل الحصر ده احلى حاجه فيه لو معاكي بقى الخرطوم. الخرطوم كان بيبقى معايا، بس بصراحه يعني ايه، كان تحت خالص، وانا ايه ما لقيتش حد ان هو ينزل يجيبوله. كسلت بصراحه، كسلت ان انا ايه انزل اجيب الخرطوم وكده، وعايزه ايه يقفل لي الميه، حد يبقى معايا يقفل ويفتح. فبقيت بالجردل كده زي ما شفتوا كده، الجردل والكوز، واعمل حصيرة حصيرة كده بالمية والمسحوق اللي هو الاوكسي. الاوكسي ده ريحته جميلة، ريحته روعة بجد يعني. انا بصراحة جايباهم مخصوص عشان خاطر غسيل الحصر. اما غسيل الملابس وكده بستخدم اللي هو الاريال الاوتوماتيك زي ما انتوا عارفين، عشان الغسالة اللي عندي اوتوماتيك. وعندي كمان غسالة اللي هي النص اللي هي العادية برضو، بس ايه دي في الشقة اللي هناك في البلد. بصراحة من ساعة ما جبت اللي هي الاوتوماتيك دي وهي مريحاني خالص، يعتبر هي ايدي ورجلي، من غيرها ما مسواش حاجة بصراحة يعني. هي نعمة كبيرة قوي. عايزة اقول لكم الحصر بتاعتي كانت كلها تراب تراب بس مش اكتر، لان هي عليها الحافظات. لان المنطقة اللي احنا فيها منطقة خالية، يعني جسر كده كله تراب. اي نسمة هواء او عاصفة بتيجي بتردم البيوت وتردم الشقق. مش عايزة اقول لكم، بصوا التراب نزل من الحصر على على السيراميك عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعة في الكومنتات. كتروا كده من التعليقات والدعوات الجميلة بتاعتكم في الايام المفترجة دي. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا منظر بقى المية على السيراميك في الارضية عاملة ازاي. المية كلها تراب بطينة، تراب بطينة. شلتهم طبعا، انا كنت موقفاهم في الارض كده يصفوا ميتهم، الهوا وقعهم كلهم بعد ما اتغسلوا هم واقفين كده. رحت شايلاهم بقى ايه، حطيتهم على السور كده عبال ما اشد المية اللي هي في البرندة دي مكان الغسيل، هشدها ونشفها خالص، وبعدين نرجع تاني نشطفهم تاني بمية نظيفة، مية بيضة خالص من الحنفية. كملوا يا جماعة، انا مصوره لكم يومي من اوله لاخره، قسما بالله هو ده اللي انا عملته في يومي كله. ما عدا بس يعني ايه، عملت الغدا بتاعنا يعني ايه على السريع كده، بس ما عملتوش ما صورتوش. عملت نواشف يعني بطاطس وبتنجان وجبنه بطماطم، كله فضل ونعمه. ده على اساس ان انا مش هعرف اطبخ مثلا او اعمل حاجه، لا انا كان عندي وقت ان انا اطبخ واعمل. بس يعني ايه، انا كنت عامله امبارح كنت عامله اول، فطبعا قلنا بقى ايه نقضي اي حاجه النهارده يعني كده، يوم كده ويوم كده وتمشي الدنيا يعني. فانا بعد ما خلصت بصراحه ما رضيتش اصور المقطع ده. قشرت حبيتين بطاطس وعملتهم كده صوابع، وقليت بتنجان وحدقته، وعملت جبنه بطماطم ومخلل بقى وترشي وكده، وكله فضل ونعمه من عندك يا رب. ادي الحصر كمان بعد ما شطفته، بصوا بقى مسكتهم بقى شطفتهم شطفة تمام، ووقفتهم كده يصفوا ميتهم، ومسكت البرندة كلها بالمقشة والمساحة، المقشة مرة والمساحة مرة، لحد ما شديت المية كلها على الماسورة اللي هي ورا العمود هناك دي ناحية البحر. نزل على البحر ويلا، بس هي المية مبتنزلش في البحر، تنزل على الأرض. الأرض تحت كده ورا البيت ترابة يعني، فالترابة بتشربها يعني، بتشرب المية. هتشوفوها دلوقتي هوريها لكم. ده منظر البحر بقى يا جماعة، ده بحر بلدنا بقى. ودي الحصر ركنتها. الحصر بقى انا طبعا مرضيتش ان انا انشرهم على السور زي كل مرة، عشان خاطر الهوا، خفت ان الهوا يطيرهم. هينزلوا تحت في قلب التراب والطينة يتدهوسوا وممكن يطيروا ينزلوا في قلب المية ويمشوا في المية من غير ما اشوفهم ولا احس بيهم. بصوا بقى المية اللي نزلت دي، المية تحت اهي، بصوا اهي.
قسما بالله انا زهقت من تسجيل الفيديو ده. كل ما اجي اسجل الفيديو النادي يشتغل. نعم. هي فين؟ في فيل. اعمل ايه يعني؟ على الاخر. ماشي. سامعين صوت زياد؟ زياد. ازيكم يا ولاد؟ زياد هو اللي عامل دوشه، عامل هيصه، هو عامل زيطه. في كل فيديو لازما زياد يحط مناخيره فيه. اعمل ايه بس؟ قولولي. هنا بعد ما خلصت غسيل الحصر بقى ووريتكم بقى البرندة وسبتهم واقفين بقى كده، صفوا ميتهم خالص ونشفوا مفيش حاجه. بس انا طبعا ما اقدرش ان انا انشرهم لان الجو كان هوا جامد، ممكن يطير الحصر، ينزلوا تحت يتمرموا في الرماد وفي الطينه. ارجع بقى تعبي كله يروح على الارض، ارجع عيد تاني؟ لا. فسبتهم بقى وقلت ايه، لاخر النهار او بكره باذن الله لو لقيت الجو حلو ومفيش هوا ولا كده. ده منظر السراير قبل ما اغير فرش ولا اعمل اي حاجه فيهم. قسما بالله زي بقول لكم كده لسه هشيل الفرش ده كله، بوريكم الاوض يعني بعد ايه، بعد ما غسلت الحصر وشلت الحصر وكده من الارض والحفاظات. بقول لكم بقى لسه بقى هعمل معاكم الفيديو الجاي، هيكون بقى نغير فرش السراير ونمسح الكمبيوتر بالترابيزات والمراوح، اللهم صل على النبي. وفرش الركنه هنشيل الكسوه بتاعت الركنه خالص، اخدها اغسلها والبس الكسوه التانية الغيار التاني، يعني هي لا غيارين. ونمسح بقى نطوق كده بالفتالة. ده كله برضو ايه هيكون في يوم واحد، ده خفيف بقى. انا كان اهم حاجة عندي غسيل الحصر، لان هي بصراحة الحصر كتير وكبيرة، فبتاخد مني وقت ومجهود وكده، ببقى حاملة همها بصراحة يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى كده في الكومنتات، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انا كنت واقفه بتكلم بقول حاجه، انا اصلا الفيديو ده ما كنتش هسجل عليه صوت، بس انا صورت مقطع تاني برضو بعد ما خلصت الشقه وكده ونزلت. عايزه اقول لكم انا نزلت كنت جايبه 6 جواز من البط، اللي هو البيور ده. لسه بقالهم كام يوم، يعني بقالهم حوالي 5-6 ايام كده، ما كملوش اسبوع. يوم الاثنين اللي فات جبت 6 جواز، يعني كنت مكلمة واحد عليهم، قلت يعني ايه اجيب 5 جواز بس اللي هم 10 بطات، يبقوا على قد اكلنا وشربنا وفي نفس الوقت اقدر اكلهم، يعني عشان غلو العلف وكده. نعم اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. وصيت واحد يجيبهم لي، تمام. قلت برضو ايه يبقوا مع الكتكوتين اللي انا جبتهم اللي هم البيض دول، واحطهم تحت في الاوض اللي تحت، الحته اللي تحت دي اهو زي ما انتم شايفين كده. كنت نازله بقى بعد ما خلصت المهمه بتاعت الحصر، وزي ما شفتوا كده قلت اما انزل احط لهم الاكل وابص عليهم وكده. انا ما عنديش اللي هم النتايتين اللي بيبيضوا دولت والذكر، ما فيش غيرهم دول اللي انا سايباهم. حطيتهم بقى في زور، هي الاوضه ضلام ما فيهاش نور، يعني اللنده محروقه، هي فيها كهرباء وكل حاجه بس اللنده محروقه مش شغاله. بصوا الاوضه ضلام. عايزه اقول لكم في قط، الله اعلم قط فار، بس هو شكله قط. بصوا فاتح فتحه الحته اللي كانت منوره من فوق دي، الشراعه دي القط فاتحها ومقورها ونزل كل البط بتاعي. البط بتاعي اتاكل مني كام بطايه، اتاكل مني 5 بطات، كانوا 12 بطايه صفيوا على 7. اعمل ايه اسوي ايه؟ خدهم مني 2 في 2 في واحده. اعمل ايه واسوي ايه؟ قلت لا ما بدهاش بقى، ده انا جايباهم ب450 جنيه ال6 جواز، الجوز ب75 جنيه. والله دفعت نص الفلوس وعليا نص الفلوس لسه، يعني ايه عليا لسه نص حقهم. احنا هنا كده يعني عادي، يعني الناس بتبقي لبعضها، ما عملتيش كده عمرك ما هتجيبي حاجه. فالمهم انا قلت لا، كلمت والدتي في التليفون، رنيت عليها وقلت لها انا هجيب لك البطتين اللي حصل كذا كذا، وطالما في حاجه عرفت مكانهم قط او حاجه زي كده عرفت مكانهم يبقى هيسلوا على الباقيين ويحولوهم وياخدوهم. هجيبهم لك عندك وخليهم عندك، واجيب لهم الاكل بتاعهم كل يوم، بجيب لهم كل يوم كيلو علف، هجيبهم وايه واجيب لك اكلهم كل يوم وحطيهم عندك يبقوا قدام عينيكي، عندهم امان يعني، والمكان امان ومقفل وكده. فقلت بقى ايه هاخدهم بقى في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، واغطيهم بالشكاره واخدهم واوديهم لها.
هناك بقى عندهم هم ايه يربوهم لي عندهم يعني. وكل يوم اودي الكيلو العلف اللي انا كنت بجيبه وانزل لهم بيه، هوديه على والدتي على طول. بس كده، حبيت برضو ايه اشارككم معايا المقطع ده، اوريكم يوم يعني من اوله. هو ده يوم من اوله، ورحت وديت البط، ادي البط اهو، حطيت العلف اللي اتبقى منهم فضيته في قلب الطبق. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. احلى خير في الدنيا، مع السلامه.